صنع في المغرب. قريبا جدا غتكتب على أسلحة فتاكة وطائرات عسكرية متطورة. أخيرا المغرب يعلن على بداية تنفيذ مشروع قومي كيهدف لصناعة عسكرية مغربية خالصة. وبدون إطالة نخليكم مع التفاصيل. في الوقت اللي الجارة الشرقية بقيادة تبون والكابرانات أكبر طموحهم تصنيع آلة غسيل جزائرية الصنع، المغرب بدأ رسميا في تنفيذ أولى خطوات التصنيع العسكري بمساعدة إسرائيل، واللي غتمكن المغرب من أنه يقدر يصنع طائرات مسيرة لجمع المعلومات عن بعد والهجوم، بالإضافة إلى أسلحة أخرى متطورة. والغرض من كل هذا هو جعل المغرب القوة العسكرية الأولى في دول شمال إفريقيا، متفوق بذلك على كل من الجزائر ومصر. جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرف أنه لابد للمغرب من اكتفاء ذاتي في المجال العسكري نظرا للتغيرات اللي كيعرفها العالم في الآونة الأخيرة. حماية الأمن القومي، مواجهة استفزازات الجيران، هما أحد أهم أهداف دخول المغرب للصناعة الحربية.